صاف وحار أيضا طقس وسط وجنوب المملكة مع درجات عليا تجاور 40 درجة محليا. ارتفاع محسوس في الحرارة راجع أساسا إلى صعود كتل هوائية جافة وساخنة مصدرها الصحراء الكبرى ويوجهها مرتفع جوي متمركز غرب المتوسط. في تفاصيل ذلك نهار يومه الجمعة ستتراوح الدرجات في أقصاها بين 35 و 39 درجة، وذلك بأكادير الدوتنان، تارودان، قلميم، إنزقانيت، ملول، شتوكا، أيتباها، كذلك بسيدي إفني، الفقيه بن صالح، السزاق، السويرة، قلعة سراغنا، مراكش، ثم بالرحامنا، أسفي، سيدي بن نور، اليوسفية، أزيلة، بن ملالة، كذلك بتزنيت، طاطا، سطات، الحوز وشيشاوة. موجة الحر هذه ممتدة إلى غاية الاثنين مع مقاييس عليا بين 38 و 42 درجة بأقاليم الجنوب، تحديدا بالسمارة، طنطان، طرفاية، أوسرد، وادي الذهب، بوجدور والعيون. هي إذن مقاييس عليا تزيد بما بين 5 و 10 درجات عن المعدل الموسمي. تهم أيضا ومحليا بعد السهول الأطلسية الداخلية لشمال البلاد. نبقى صعودا نحو الشمال حيث الحرارة القصوى تتراجع وتزيد بالمقابل قوة الرياح بأقاليم فحص، أنجرة، تطوان، طنجة، أصيلة، شفشاون ومرتفعات العرائش. سرعة العواصف طيلة يومه الجمعة وغدا السبت إلى حدود 11 ليلا ستتراوح بين 70 و 85 كيلومتر في الساعة، وذلك وفق ما ورد عن المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة خاصة من الدرجة البرتقالية، وهي الدرجة الثانية على سلم مستوى اليقظة من حيث قوة الظواهر الجوية.